الحمد لله بدعواتكم كل الناس وقفت معايا. خلصت كل الاوراق بتاعت سليم ودلوقتي حالا ودفعت كمان فلوس اولانيه الابلكيشن ورايحين يمتحنوا. تمتحن؟ تحب تقول حاجه لاصحابك قبل ما تمشي؟ تقول لهم ايه؟ يدعوا لك؟ نهار طلعانه احنا فيه. والله تقديم المدارس ده بيبقى صعب جدا. اول مره اعرف اللي هو صعب لان اول بيبي ليا، بس الحمد لله خلصت له كل حاجه. تعالوا لي بقى، تعالوا لي. بقالي شويه عماله اقرا في الكومنتات وكل الناس عماله تقول لي المشروع حلو بس لازم يكون انت عندك خبره، وفي ناس كتير جدا عماله تقول لي خلي بالك، وفي ناس برضو بتقول الصنايعيه لما يكونوا حلوين المحل بتاعك هيكون ما شاء الله اكبر هيمشي معاك. ف خايفه اخد الخطوه والله، وصحباتي وكلهم عمالين يشجعوني، بس انا شويه خايفه، بس يعني ان شاء الله هاخدها. انا خلاص انا قررت وكلمت سمسار، وان شاء الله باذن الله ممكن بكره او بعد بكره. بعد بكره في حاجه حلوه، بعد بكره يوم الخميس هيكون في فيلا كده راح اشوفها، بس هاخد وانا بصراحه في راي كده عاوزه اقوله لكم، نسيت اقوله لكم ايه المره اللي فاتت، قعدت افكر فيه امبارح لغايه النهارده كده. انا بصراحه كده عاوزه اخده اعمله في فيلا مش في محل، لان الفيلا هتبقى واسعه، وعاوزه اجيب شويه فساتين سواريه، مش فساتين يعني دخله وكده. والفساتين السواريه ديت عاوزه احطها كده على ستاند في اوضه تانية كده تبقى فيها البروتين، واوضه تبقى فيها عمايل الوش والحاجات دي، واوضه تبقى مخصصه للي بيشتغلوا، واوضه بقى المكتبه انا كمان. يعني بصراحه حسيت ان هي تبقى حلوه، لان المحلات كده كده يعني لا، يوم ما اجي اخد محل في الشروق هيبقى ب10 11، فالفيلا هتبقى زيها، زادت مثلا 4 5، فهيبقى ايه حلو. انتوا ايه رايكم لو عملتوا في فيلا، ويوم ما اجي اقول احضروا يا اهلي ويا اخواتي يبقى المكان مكفينا كلنا. بحب الفلتر ده هوت او قوي، بيخليني حلوه كده اهو يا ولا شايفين الرموش حلوه. المهم بقى اتمشالي ساعه لحسن انا كده شكل كده ايه. على مين يخرب بيتك هات يا ولا، يخرب بيتك لو ايه. استنى ولا بترن على مين يا ولا؟ ماشي يا حبيبي ماشي، ترن على مين؟ ترن على تضحك. عسل مين ياخد الواد ده يخليه معاه شهر كده ولا شهرين كده اهو. بقول لك ايه يلا هوزعك شهر. مرايا بحبه قوي. ايه بتعمل ايه؟ كل شويه احط الصوره بتاعته وسليم يفضل يقول لي يا ماما لا انا عاوزين صورتنا كلنا. ايه اجيب لك ماما؟ ماشي خلينا نخلص ان شاء الله باذن الله. لو المشروع ده تم في الشروق، انا كده قدمت لسليم في مدرسه في الشروق، فممكن كده يعني لسه ما خدناش القرار. لو المشروع تم وحضانة سليم تمت في الشروق، فممكن انا كمان انقل الشروق في شقه كده ولا حاجه جنب، يعني جنب سليم وجنب المشروع بتاعي، احسن ما كل شويه اشوف اوبر ولا اشوف مش عارف ايه واتنقل وسليم يجي في الباصات ويتمرمط. فشايفه الحل ده حلو. خدوا يعني احنا بناخد رأي بعض، بنشوف رأي بعض، فانتوا لو شايفين فعلا الرأي ده حلو، بحيث بدل ما ادور بقى على محل او فيلا، ندور بقى على محل او فيلا وشقة ليها بالمرة. لو حلو النبي قولوا لي، يعني احنا بناخد رأي بعض كده عشان خاطر ايه ما اقعش. لان انا المرة اللي فاتت لما فطنت سليم بعيد عني كلكم زعلتوا وقلتوا لا حرام،